فكرة ان شاء الله هتفضل كده وحديك يعني، ارحميه. بص، هو من الاخر جايب اخر يعني، بدك كلمتين يا بنت الناس ويقول لك على بيت ابوكي، وابوكي اصلا مش هيستحملك لو رحتي له، يعني ابوكي اصلا مش طايق امك. فتخيل لما تخش لي انتوا بقى شنطه هدومك ومعاك عيلين تلاته في ايدك، فاستهدي بالله كده واقعدي وكني في بيتك وشوفوا مصلحتك ومصلحه عيالك، ويدخل لك بقى الراجل طبطب عليه والحمد لله على السلامه يا سبعي ويا ضبعي، وريحيه كده واستكن. هيعمل ايه؟ خلص كل الحلول، هو ما عندوش حل يقول. والله لو سيادتك عندك حل اتفضل قولي له، انما تفضلي بقى تزن فوق دماغه وانت مش مقضي والبيت وعايزين ناكل لحمه، زي هيجيب لك منين هو يعني؟ قطعيه، تعرف تقطعيه قطعيه، ما هو تلاقيه ناشف مش هيجيب لك لحمه اصلا، ولو كان تخين وسمين هيبقى متهن، يبقى مش يعني ملهاش حل يعني. هو يعمل اللي عليه، هو مش شغال، مش بيشتغل وبيطلع وبيعمل الموجود. إيه بياخد له 100 جنيه في اليوم ولا 120 150؟ هيعمل لك ايه يعني؟ كل اللحمه ب 330 هيعمل لك ايه هو يعني؟ هيجيب لك منين يعني؟ ما هو لو الحال ده عليك انت وهو بس نقول ماشي، لكن ده كل الناس كده طالع بالجاك في وشه هيجي له صرع. افتحي له كده بابتسامه حلوه كده والحمد لله على السلامه يا روحي. ان جاب لك داخل في ايده بكيس خيار تعيش وتجيب، الله ده الخيار ده بالنسبه لي تفاح مانجا اي حاجه كده، قلت له كلمتين كده طروا يعني. مش اول ما تفتحي له الباب ما يخش لك من وش الباب تفتحي له كده وشيل الفوده اللي انت حطاها فوق راسك، واقلع النضاره اللي انت مركباها دي، ووضح لك شنبك قبل ما يجي برضه، عشان برضه لما يخش ما يتسرعش الراجل. ما هو لما يشوفك كده هيتسرع. لا وغير يعني بعد ده كله كمان يا ريت يعني، ده بعد ده كله انت هتستقبليه بكلمتين حلوين كده، بسم الله ما شاء الله تصطيه كلمتين حلوين ترجديه. امال انت فاكرك الناس اللي بيجي لها جلطات دي والرجاله اللي بتموت وفجاه بيروحوا يصحوهم يلاقوهم ده بسبب ايه؟ ما هو دي برضه كله دي كوارث بتحصل معاه يعني. انت مش متخيله نفسك لما هو يبقى يعني اليوم كله وانت شغاله يعني شنبك مش محلوق والفود على راسك، وغير كده كلماتك الحلوين يعني المشجعين، يعني كل شويه تقولي له هو ده شغلك وهو ده اكلنا وشوف لنا حاجه زي الناس وانت مش زي الناس. طب ما هو اكيد طبعا هيتصرع يعني، اكيد طبعا كده لما ينام بالليل مش هيصحى تاني، لانه واخد كميه سلبيه من الكلمات وغير لا خليكي كده ست طيوبه وحنيونه كده ودلوعه. خليك دلوع. هو عيب انك تدلع عليه؟ دلع يا ست عليه، هوني عليه الدنيا اكتر يعني هونيها كده، ما بلاش النكد اللي احنا فيه، مش 24 ساعه نكد. خليك حنينه معاه كده وتستقبليه باستقبال بشوش وبكلمات حلوه وراكيك، مش تخسر حاجه. اسمع كلامي مش تخسر والله. جربي انت مش طول عمرك شغاله انت مش طول عمرك بتسرعيه، مش طول عمرك بتخضيه، مش طول عمرك بتعامليه كانك امنا الغوله. خلاص غيري يعني، شيل الوش ده والبس الوش التاني، جربي شوفي ان نفع معاه كمل، ما نفعش يبقى اسرعي من تاني وانت وهو حظه بقى يعني. فاهم انت يعني؟ انت جربي معاه حكايه الحنيه وتحلقي شنبك كده وتظبط دنيتك وتشيل الفوده وتظبط حياتك وتستقبليه استقبال حلو، واول ما يخش عليك كده الحمد لله على السلامه يروح وتاخديه بالحضن يا ستي جوزك وحبيبك، ايه المشكله يعني؟ فاهمه؟ وكلمتين حلوين كده وتعيش وتجيب والحمد لله على السلامه واحنا من غيرك ما نسويش وتقعدي كده بقى وتغسلي له رجليه بميه وملح عادي، مش مشكله. فاهمه؟ وكده تبدا بقى تكلميه كده شويه كلام حلو كده، هتلاقيه بقى هو يزهزه كده، وتلاقي وشه نور، وتلاقيه ضرب نور من كل حته، وتلاقي شعره وقف من كتر الكلام الحلو. مش متعود عليه لان هو اصلا متعود بيسمع رصاص. لما يتعود على دلهماتي شوف انت رد فعله هيكون ايه. والله جاء واستجاب معاكي ولقيتيه كويس زي الفل، كمل استمر في الخطه دي. اللي لقيتيه بقى ايه؟ اللي لقيتيه بدا هو يعني مفيش تغيير، خلاص ربي شنبك منه، مش تخسر حاجه يعني. الشنب كده هيطلع بسرعه، هتزعل ان حلقتيه ما هيطلع، مش هيطول. والفوده موجوده عندك، البسيها له تاني والبسي له ماسك بعد كده. البسي له ماسك اللي هو بتاع اللي بيلبسوه في المسرحيات ده بتاع الشياطين، البسوه بس البسوا له كده ما يكونش واخد باله هو يعني. يكون مره جاي من الشغل متاخر بالليل كده، وهو تفتح الباب يبص يلاقيك في وشه، يلاقي كده لابسه عفريته يروح يريح فيها مره واحده وتبقى خلصت منه وبتريح دماغه. والله غلبان
ولا بينش ولا بيهش. ان ما عجبكيش الكلام بتاعي، او لقيت ان انك تحلق شنبك وتشيل الفوده ده هيخسر معاكي، جرب النقطه التانيه زي ما قلت لك. البسي له قناع وش كده وعفرتي، اول ما يفتح الباب يلقاك في وشه بسم الله ما شاء الله، تلاقي طب ساكت، خلصت معاك. يبقى انت كده كسبت. خسرت نفر في البيت كده. انت ان كان عندك مثلا بتاخدي تموين 5 تنفار هتاخدي 5 تنفار، والعيش هم الخمسه، ويبقى عندك نقص نفر وتبقى ارتحت زي الفل. الله ينور عليك. لان هو هيجيب منين؟ كل يوم الاسعار بتزيد كل يوم، يعني كل فاهمه، يعني مش هو يموت ثابته والاسعار كل يوم في الطالع. ما تحاوليش معاه. يعني خليكي حلوه وخليكي زي الفل معاه. معلش يعني استحملي كلامي، انا عايل همك والله. اصلك هتجيب السكر ليك والضغط ومش ناقصه. هي الواحد هيكشف ولا هيعالج ولا هياكل؟ السكر والضغط اكيد هو عنده السكر والضغط. طب اكيد يعني ما فيش راجل في الفتره اللي احنا فيها دي ما عندوش سكر وضغط، ده ابسط حاجه. اتفقنا. ده كانت حلقتنا معكم في برنامج نهاركم سعيد. نهاركم سعيد ان شاء الله.